السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة إنجليش ببساطة مع مس أروى غريب. والنهاردة إن شاء الله هنشرح فيديو بعنوان طريقة سهلة لفهم كلمات الإنجليزي. تمام؟ طيب يا مس، الطريقة بتاعتنا اسمها إيه؟ الطريقة بتاعتنا اسمها prefix. اسمها إيه؟ prefix، يعني البادئة. يعني إيه؟ البادئة، ودي اللي بتيجي في بداية الكلمة. دي اللي بتيجي فين؟ في بداية الكلمة. طيب نيجي ناخد examples كده زي ما واضح قدامنا، زي المقطع this أو البريفكس this وcall وري. دول التلات أمثلة أو 3 examples عندنا. تمام؟ this معناها ايه؟ this معناها عكس الشيء، يبقى this معناه عكس الشيء. تمام كده؟ طيب co معناه زميل أو شخص بيشارك شخص آخر في نفس العمل، يبقى co معناها زميل أو شخص بيشارك شخص آخر في نفس العمل. طيب ري معناها إعادة فعل الشيء، ري إعادة فعل الشيء. تمام لغاية كده؟ طيب نيجي ناخد examples على الكلام ده. تعالوا بصوا كده معايا. عندنا في this قلنا this معناها ايه؟ عكس الشيء. طيب لما نيجي ناخد examples agree معناها ايه؟ يتفق. طب لما نيجي نحط لها المقطع this اهو، شايفين احنا هنحط لها ازاي المقطع this؟ هتبقى disagree معناها لا يتفق. تمام، عشان احنا قلنا ان المقطع this معناه عكس الشيء. طيب نيجي كده على المقطع co. الاكزامبلز اللي معانا كلمة work. كلمة ايه؟ work. لما نيجي نحط لها co واللي كان معناه زميل او شخص بيشارك شخص اخر فين؟ في نفس العمل، بقيت co-worker. co-worker. تمام، معناها زميل عمل، يبقى work معناها عمل، co-worker معناها زميل عمل. طيب آخر مقطع معانا كان ري، معناه إعادة فعل الشيء. طيب لما نيجي نقول write كتابة أو يكتب، write كتابة أو يكتب، لما نيجي نضيف لها المقطع ري هتبقى rewrite. rewrite إعادة كتابة، هتبقى إعادة كتابة. خلاص كده؟ وبكده كان معانا فيديو خفيف ولذيذ. إن شاء الله استنوني في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.